السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم يا حبايبي. النهاردة بقى أنا جاية أزرع معاكم النعناع اللي أنا بصوا الأول ده اللي أنا قلت لكم عليه امبارح في الفيديو بتاع امبارح اللي بابا حبيبة كان جايبه، شايفين؟ واضح حبيبة في التصوير. بصوا عود ملوخية والله، بصوا بدون مبالغة اهو اهو. طبعا ده انا قلت له النهارده بقى كان عندنا سوق النهارده، قلت له طب ما تنزل كده وانت بتجيب مثلا بيجيب بطاطس بقى وطماطم وحاجات من دي السوق، فقلت له طب ما تجيب لي بقى ايه نعناع بلدي شويه وحلو. قال لي ما لقيتش غير ده، جاب لي دي يا جماعه. هي بصوا زي التاني بالظبط بس يمكن قصير شويه، مفيش جذور برده معرفش ليه. انا شفت فيديو يا جماعه على اليوتيوب، انا عامل كل حاجه عامله قدامكم اهو. شفت فيديو يا جماعه على اليوتيوب ان عادي ازرع بدون جذور، في ناس قالت لي حط في كوبايه ميه يعمل جذور، وناس قالت لي لازم حاجات تتحط تعمل جذور هرمونات او حاجه، فانا مش عارفه بقى. بصوا يا جماعه انا هزرع زي الراجل. انا شفت واحد على اليوتيوب الفيديو بتاعه جايب مش عارفه كام مليون مشاهده، يعني مش عارفه اكيد انتوا شفتوه، تشوفوا كل حاجه، انتوا عارفين كل حاجه فممكن تكونوا شفتوه. متنسوناش بقى يا جماعه في اول الفيديو كده في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس كده عشان يوصلوا منه كل جديد. انا بتفائل بفيديوهات يوم الجمعه يا جماعه، بتبقى مشاهداتها حلوه وبتبقى فيها مشتركين كتير. يا سلام بقى لو كل واحد بيشوفني لاول مره يشترك عندي، ده انا ممكن يحصل لي حاجه، ده انا يجي لي سكته قلبيه من الفرح والله كنت افرح قوي يعني. بالله عليكم اللي مش مشترك عندي اشترك عندي في القناه، دعمني باشتراك كده علشان القناه تكبر يا حبايب قلبي. دلوقتي انا بشيل بس الزيادات والحاجات دي، واضح يا في التصوير؟ بشيل الحاجات اهي والزيادات اهو، علشان ايه؟ الفراخ هتاكلها وكل حاجه، بس عشان ما احطش حاجه ايه غامقه ولا حاجه. ده انا شفته، بصوا يا جماعه اللي هو عمله في الفيديو انا هعمله بالظبط، مفيش اي افتكاسات مني ولا اي حاجه. اول حاجه دي تربه يا جماعه فيها سماد بقى اللي هو ايه، اعزكم الله فضلات كده من عند الحمام ناشفه، خلطتها بالتربه دي. وبصوا هو عمل كده اهو. وطبعا ابو حبيبه خرم لي في الصفيحه دي اهو، بصوا اهي حتى بتنزل الميه اهي، خروم واضحه في التصوير. الراجل عمل كده بالظبط زي ما بعمل كده، حط البتاع كلها. انا مش عارفه انا هعمل زيه. نفعت التجربه معايا يبقى خير وبركه وكان به، ما نفعتش يبقى بقى ايه اشوف تجربه تانية عادي. انا ايه هسيب شويه برضو علشان احطهم في كوبايه يعملوا جذور، علشان التجربه دي لو ما نفعتش اعمل حاجه تانية. انا والله العظيم يا جماعه نفسي ازرع نعناع ونفسي ازرع حاجات تانية، جرجير وخضره وحاجات من دي. نفسي اللي هي الكزبره دي انا بحتاجها كتير قوي في الاكل وبحبها في السلطه وفي كل حاجه. وابو حبيبه يجيب لي بقدونس، انا عايزه جرجير يجيب لي بقدونس اهو زي الراجل ما عمل اهو. واضح اللي في التصوير؟ واضح؟ انا مش شايفه حاجه. ايوه واضح ماشي جدع. جايبه بقى يا جماعه شويه تربه كده برده من عند الحمام، لان دي ابو حبيبه جايبها لي من تحت، اللي في البتاع ده جايبها لي من تحت، بس بقى فيها قش وفيها حاجات كده. بصوا انا هعمل زي الراجل ما عمل بالظبط. انا مش بعمل يا جماعه، ده مش انا اللي مخترعاه، انا شايفه واحد عمله عملي كده قدامي وانا هعمل زيه. التراب ورايا في كل حاجه. طبعا دي فيها سماد يعني يا جماعه، بتاع الحمام ده حلو قوي يعني. الناشف ده يا جماعه انا هسقيه تاني والميه هتعمل. في ناس قالت لي، المشاهده حبيبه قلبي قالت لي من غير جذور عادي مش مشكله، هي تقريبا بتقول زرع نعناع. انا التراب يا جماعه خنقني، فعشان كده تلاقوني اهو في بعض اشياء كده ربنا يستر. عندي طبعا كله. انا من وجهه نظري المتواضعه يا جماعه ان انا مرويه التربه من تحت، هسقيها تاني من فوق، فده زي ما يكون اهو كاني حاطاه مثلا في. جه عليك تراب يا لولا؟ معلش يا رب الفيديو ما يفصل، احنا بقى يلا حط كده بالراحه، لان انا مرويه تحت جامد يعني ما فيهاش ميه طبعا زي ما انتوا شفتوا، جفت الزيادات كلها نزلت على السطح هنا. طبعا انا في الموال ده من الصبح يا جماعه، احنا اخر النهار دلوقتي بس انا في الموضوع ده من الصبح يعني. عماله بقى ايه، ابو حبيبه نزل جاب لي التربه. انا خايفه صوتي يكون واطي ومش حدش سامعني، لان انا مش عشان انا اللي مش ماسكه التليفون حاسه ان انا مش بصور. مش عارفه ديت فضلات جديده عزكم الله، هشيلها. حته علف، ايه اللي جاب حته العلف دي هنا؟
ادعوا لي يا جماعه يطلع بقى. مش عايزه بقى نحط ميه كتير لان اهوت يا جماعه، ويتحط بقى في حته فيها شمس، يتحط في حته فيها شمس. ما توقفيش يا بيبه، هاتي التليفون كده زي الفل. اوعي اهو، اوعوا بقى انتوا الاثنين كده، تعالوا لي كده. انا رايحه عند الفراخ يا بيبي والحمام، تعالوا هنا. شايفين يا جماعه الارض والجمال والحلاوه. اهوت يا جماعه في الصفيحه دي كده، صفيحه سمنه كبيره اهوت يا جماعه. اي حاجه كده اداريها كده وخليها بس يشرب الميه. ادعوا لنا بقى يا حبايبي يكبر ان شاء الله. الفراخ يا جماعه زي الفل اهي، واكلين بقى ومتظبطين. النهارده كنا متغديين بقى رنج. بسم الله. شوفوا دي الحاجات اللي انا حاططها على الوش، بصوا اللي انا واخده من هنا ده زي الفل يا جماعه. فين الجوز الابيض؟ الجوز الابيض فين؟ خليكي ورايا. الجوز الابيض يا جماعه اديناه للراجل، وهو عشان ابن لذينه قال اصبروا عليا يومين وهجيب لكم دكارين، مع انه كان بيقول لي عندي دكارين بتوع النتايتين دول، بس هو بقى لازم يعمل فيلم كده. سبحان الله يعني، محدش سالك يا جماعه، محدش بيجي دغري ابدا، لازم مناوشات ومغامرات. الله المستعان بقى. زي الفل. دي راقده اهي قربت تطلع يا جماعه، والجوز الابيض اديتهم له الاثنين. بصوا انا اتشائمت منهم والله، يعني الرسول وصانا مش نتشائم عليه الصلاه والسلام، بس انا والله بصراحه قلت طب ما هو انا مش بلاقي كسر برده حلو زي الناس كده في البيضه، حجم صغير وبيضه صغيره وما فيهاش كسر، قلت يلا نستغني عنهم الاثنين. يمكن يكون ده خير ليا، يجيب لي دكارين حلوين ولا حاجه يشغلوا الجوز الاناتي دول. زي الفل يا جماعه. علف على عيش. ناس قالت لي في التعليقات ما تاكليش علف وعيش كتير يا ام حبيبه عشان بيعمل لهم عفونه في بطنهم. انا والله ما بقيت عارفه اكلهم ايه يا جماعه، والله ما بقيت عارفه اكلهم ايه. ناس قالت لي الكلفه بتموت الزغاليل، وناس قالت لي العيش والعلف حلو. اهو زي الفل. بصوا برضو اعزكم الله، دي بقى بكره باذن الله انضفها. زي الفل يا حبايبي. اهو انت بتعديني ليه؟ انت بتعديني ليه؟ زي العسل. دي كان حجمها صغير خالص ما شاء الله. عايزه اقول لكم انها مقربه للتانيه في الحجم، مقربلها في الحجم والله يا حبايبي. بصوا زي العسل، جميله دي ما شاء الله. في ناس يا جماعه بتذبح الزغاليل على العمر ده كده، على عمر اسبوعين وشويه كده، في ناس بتذبحهم على كده ان شاء الله. زي الفل. رايحين فين؟ خليكي راقده النبي، ما انت متحركه اهو يا حبايبي. خشوا يلا. الفراخ اهي يا جماعه زي الفل، زي الفل. الفيديو طول عليكم بس مش مشكله، نخلوه 8 دقايق وبعد كده نفصله، ده لو ما فصلش لوحده يعني. انا حطيت الميموري بس مش عارفه بقى هيصور فيديو طويل ولا ايه. على 8 دقايق اهو زي الفل. ايه رايكم يا حبايبي؟ اتمنى الفيديو ده ينال اعجابكم كده، وتشتركوا معايا في القناه. يا ريت فرحوني بقى، فرحوني واشتركوا معايا في القناه، علشان القناه بقى توصل 2000 مشترك كده على طول. عايزينها توصل 2000 مشترك على طول. انا قعدت 7 شهور عبال ما جمعت ال1000 مشترك، عايزين بقى يبقى 2000 مشترك في اقل من 7 شهور يعني. اتمنى كده يا حبايبي. بحبكم كلكم، بحبكم في الله. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وكل الناس اللي نورتني وشرفتني في القناه جديد، نورتوني وشرفتوني يا جماعه، وعيلتي بتكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.